السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي وكل متابعين، يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده هنعمل وصفة جميلة جدا هتعجبكم. لو عندك العيش الفينو البايت اوعي ترميه. هنعمل منه احلى وصفة النهارده، جميلة جدا واقتصادية وحاجة كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. توفير التوفير. هنعمل منه يا حبيب قلبي بقسماط اللي احنا بنشتريه من بره. البقسماط ده بنضيفه على تتبيلة الفراخ اللي هي الفيجيتار. تمام. بيزود التتبيلة واحنا بنعمله بطريقة جميلة جدا. بيساعد. ممكن نحط ميكس من ده من البقسماط على الفيجيتار. بيدي ايه كمية كبيرة معانا ويبقى جميل جدا واقتصادي وزي العسل. في بداية الفيديو كده، لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك بالقناة. دوسوا الكل، اختاروا كلمة الكل، وفعلوا جرس الإشعارات عشان أي وصفة من وصفاتي توصل لكم يا حبيب قلبي. يا ريت تصلوا على النبي كده وتحطوا اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو. هنا معانا بقى أنا عملت الفينو بعد ما كان بايت عندي، زي ما بقول لكم أنا مرمتوش. كسرته حتت صغيرة كده ودخلته جوه الفرن في الرف الوسطاني على نار هادية. على نار هادية إن هو إيه يعني يتحمص حلو معانا. يتحمص حلو يبقى معانا زي الفل كده ومقرمش وجميل. سواء عندكم هون نطحنوا فيه، سواء في كبة، سواء في مطحنة، أي حاجة هنفرمه بيها. تمام. احنا عايزينه وسط، ما هو خشن قوي ولا هو ناعم قوي، ولا خشن قوي ولا ناعم قوي. الخشن قوي مش هيمسك في الفيجيتار في الفراخ، في البانيه او في الفراخ لما نيجي نحمرها. خليها وسط. تمام. خير الامور الوسط. انا هنا حمصته ومعانا المطحنة. بطحنه في مطحنة الخلاط. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا وموفرة ومش مكلفة. حاجة من البيت كنا هنرميها واحنا بنستفاد بيها. يا ريت ما ترموش اي حاجة عشان ربنا ما يحاسبناش على اي حاجة بنرميها. طالما الحاجة تنفع ان هي نشغلها وتبقى معانا حلوة، يعني ما تستغنوش عن حاجة وترموها حرام. تمام. انا هنا بدل ما ارميه عملت منه بقسماط. البقسماط ده احنا بنشتريه من بره، بنشتريه غالي، كيس قد كده بالشيء الفلاني برضك. فاحنا ليه ان احنا نرميه واحنا نقدر نعمله وندخله في وصفة جميلة جدا زي ديت. ينفع للبانيه، ينفع لتحمير الفراخ وتحمير البانيه. ميكس مع الفيجيتار اللي هو الحار او البارد، واحنا في ايدينا نخلي ده حار او بارد برضك. تمام. اللهم صل على النبي. احنا بنطحنه بالمطحنة، وبعد ما نطحنه هنخله زي ما انتم شايفين كده. وصلوا على النبي كده وحطوا اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو. حبايبي وكل متابعيني، ربنا يكبر خاطركم ويسعد قلبكم. حبايبي واخواتي وكل متابعيني يا رب. طحناه ونخلناه زي ما انتم شايفين كده. واحط شويه بقى بهارات. البهارات دي بصوا هقول لكم الاخر. حبه بهارات بقى انما عسل. هقول لكم ايه البهارات اللي انا حطيتها بعد ما طحنته ونخلته. ايه البهارات اللي انا حطيتها. تمام. البهارات دي بقى سر الطعم بتاعه. الفيجيتار، البقسماط اللي انا عملته احسن من الجاهز كمان. بس احنا بنضيف الجاهز يعني ايه، ميكس مع بعضه بتوفير يعني. تمام. انا هنا بعد ما نخلته حطيت البهارات ايه. حطيت معلقه صغيره من الكركم اللي بتدي لون حلو قوي، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه بس من الكمون، معلقه شطه ناشفه، معلقه ملح. وهنقلب ده كله مع بعضه كده زي ما انتم شايفين. هنقلبه مع بعضه الخليط ده كله مع بعضه. وهنحط كمان يا حبيب قلبي مرق الدجاج. مرق الدجاج، ايوه مرق الدجاج. مرق الدجاج بتدي طعم جميل قوي للتتبيله اللي انا بعملها ديت. تمام. هنحط مرق الدجاج نفركها كده ونقلب كله مع بعض ونقلب نقلب. بس نحاول لو المطبخ حر انا بشيل البرطمان ده في التلاجة، في باب التلاجة. تمام. لو انتوا الجو عندكم صيف، في صيف يعني انتوا حاطين الحاجه دي ما تحطهاش في المطبخ، لان الحاجه دي بتسوس. انا بقول لكم معلومه لوجه الله. الحاجه دي بحطها في باب التلاجة. بجيب كل ما احتاج اجيب وايه، واحط على قد الكميه اللي انا عايزاها، وبعد كده ادخلها التلاجة تاني. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات عشان كل وصفه من وصفاتي توصل لكم.
حبايبي واخواتي في الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.